السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ مبروك عواشركم. كي داز عيدكم بخير وعلى خير؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. اتمنى يا ربي انكم تكونوا دوزتوا العيد في احلى وابهى صورة. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كيف ما كتعرفوا ان شحال هذا ما درت لا فيديوهات لا حتى شي حاجه، وانما كانوا اللايفات، يعني المباشر اللي كيكونوا فيهم غالبا كيكونوا فيهم غير الصديقات ديالي، كيف ما كنقول دائما، لان القنوات ما كيتفاعلوش ولهذا انا ما بقيتش كنلوح الفيديوهات بزاف. اليوم قررت انني ندير لكم فيديو. كيف ما كتشوفوا احنا كنتواجدوا في الباديه هنا، الدار ديال الوالدين اللي كنجيو ليها في كل عطله او في كل مناسبه، بعيدا على الضجيج ديال المدينه وعلى الضوضاء وعلى الصداع وعلى بزاف د الحوايج. الجو ديال الباديه ما كاينش ما احسن منه ولله الحمد. العيد دوزناه مع الوالده، الله يطول في عمرها والله يرحم الوالد اللي خلى لنا هاد الخيرات. فيما كنبغوا نهربوا من المدينه كنجيو هنا كنلقاو الحمد لله الراحة والسكينة، وخصوصا في هاد الجنان ديال الزيتون اللي أنا عندي من أحب وأعظم الأماكن، لأنه كان عزيز على الوالد الله يرحمه، وكان حتى هو كيجلس هنا مرة وكيتمتع بهاد الخيرات اللي عطانا الله. وحتى الوالدات حتى هي مسكينة ملي كتبغي ترتاح وكتبغي تجي تقابل الشغل ديالها كتجي هنايا، كتهرب حتى هي من المدينه وكتجي هنايا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا هذا النهار الثاني ديال العيد، انا كنحاول انني ما نسجلش هذيك الاجواء اللي كتكون النهار الاول، لان كنخلي الناس يكونوا على البساطه ديالهم وعلى راحتهم. اما راه فيا ما يسجل كل نهار ويحط فيديو هذا، ولكن لا، انا كنبغي ملي نكون مع العائله نخليهم وهم على راحتهم، وحتى انا التليفون ما كنبقاش كنهزو بزاف. لان هنا اللحم كان شويه باقي مكونجلي، كندير ليه العطريه هنايا وقسمته على جوج، لان غنديروا منه اليوم وغادي نخلو منه الغد ليه ان شاء الله. ملي عاود غادي يجي واحد خويا واحد اخر هو وليداتو، الله يحفظهم ويخليهم يا ربي ويطول في عمرهم. وكنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المحنه وعلى هذه المحبه اللي عاطينا مع خوتي ومع وليداتهم ومع عيالاتهم. والله يطول في عمرهم يا ربي، والله يزيد في خيرهم ان شاء الله، والزواجات ديالهم الله يعطيهم صحيحتهم، ووليداتهم الله يفرحهم بهم. اذا هنايا درنا القطبان. انا دائما فيما كتكون شي حاجه هكا د العوين ولا شي حاجه كنبغي نخدم بيديا، انا ما كنريحش لا في داري ولا في دارنا ولا فيما مشيت كنشقى، وعندي غير نزاهه انني نشقى وانني نشغل يديا، لان كيقول لك العوين في النصارى والقعده خساره. اذا هنا كيف ما كتشوفوا تبارك الله هاد الكميه ديال القطبان هي اللي غادي نطيبوا وغادي نشمعوا عليها. احنا عندنا هنا كنديروا النهار الثاني ديال العيد، بعد ما كناكلوا الراس كنديروا القطبان مع الغداء. ولكن دابا كيف ما كتعرفوا راه الاكثريه مابقاوش كيقدروا على داكشي ديال الراس وهذا. هنا انا درت لهم شويه ديال الخل اللي كيرطبهم، وغادي نعطيكم واحد السر، انكم تزيدوا شويه ديال العطريه ديال المروزيه مع هاد سميتو مع هاد القطبان، كيجيو هائلين بصراحه الله. كل شيء عجبو القطبان وجات فيهم واحد اللذه اللي لا تقاوم. هذاك الخل هذاك اللي ضفت راه هو كيرطب القطبان، كيخليهم كيجيو فتيين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انني كنت خرجتكم من الروتين ديال الدار ديالي ومن الكوزينه ودخلتكم لهاد الاجواء، وجبتكم لجنان الزيتون اللي عزيز عليا واللي عندي فيه ذكريات. كيف ما كنقول لكم انا اي حاجه عزيزه على الوالد كنحتفظ بها، وكنبغي انني نرجع ليها ونتفكر فيها بزاف ديال الحوايج. هاد الزيتون اللي كان الوالد الله يرحمه ويوسع عليه غرسو بيديه زيتونه
وكان كيحرص على السقي ديالو. وهادو الكريمات حتى همايا، ولكن كيقول لك المثل اللي ولد ما ماتش. خوتي حتى هما الله يرضي عليهم كيقوموا بالواجب، وخصوصا واحد الاخ ديالي كيسقي داك الزيتون بيدو، والله يعطيه الخير في وليداتو يا ربي. غادي نخليكم مع هاد البنيضر ديال هاد الشجيرات ديال الزيتون، ونتمنى نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.